اشتريت عربية في كندا؟ أحب أقول لك مبروك، أنت رسميا بقيت بتدفع ضريبة تانية من غير ما تحس. تمن العربية هنا هو أصغر رقم هتدفعه. 3 حاجات أتمنى كل الناس تعرفها قبل ما تشتري أول عربية ليك هنا في كندا. أول حاجة، كابوس التأمين. لو أنت بروفيسور سواقة في بلدك وعندك خبرة 20 سنة، السيستم هنا هيعاملك كأنك لسه بتتعلم النهاردة. تأمين أول سنة ممكن يوصل لأرقام فلكية تاكل الميزانية بتاعتك، والحل الوحيد إنك تجيب تاريخ تأميني نضيف من بلدك ومترجم علشان يرحموك شوية من المصاريف دي. تاني حاجة، فخ الشتاء والأول ويل درايف. لو فاكر إنك ممكن تمشي بعربية دفع أمامي عادي في التلج، أحب أقولك هتقف في نص الشارع والناس كلها هتتفرج عليك. الشتاء هنا محتاج عربية دفع رباعي، والأهم كاوتش الشتاء اللي من غيره عربيتك هتتزحلق في كل مكان. تالت حاجة، الكارثة المخفية تحت العربية، الصدى. الملح اللي بيترش في الشوارع علشان يسيح التلج بياكل حديد العربية من تحت حرفيا. لو ما عملتش حماية ضد الصدى من أول يوم، عربيتك هتتدمر وقيمتها هتنزل الأرض. نصيحة أخوية، ادرس مصاريف العربية قبل تمنها. اكتبولي في التعليقات ايه المواقف اللي حصلت معاكم في أول مرة سقطوا فيها في التلج، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.